السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم عبد الله الأحمد. اليوم راح أشرح لكم كيف تثبتوا الخطوط على الآيفون وعلى برنامج كيوت كات وبرنامج فونتو، على أي برنامج يقبل تثبيت الخطوط. أول شي راح ندخل على الرابط اللي راح تحصلوه تحت المقطع، ونفس الرابط موجود في حساب في الانستغرام في حساب الخطوط. راح تحصل الرابط في البايو واضغط عليه، وراح تضغط على الخيار الموجود تحت عشان تسوي نسخ للرابط. بعدها راح ندخل نفس الرابط عن طريق متصفح سفاري. طيب بعد ما نسخنا الرابط راح ندخل متصفح سفاري ونسوي لصق للرابط. راح تطلع لنا مثل هالصفحة، راح تحصلوا جميع الروابط اللي راح تحتاجوها. راح نروح على رابط الخطوط الموجودة تحت باللون الأحمر. طبعا عشان تحمل الخطوط عن طريق متصفح سفاري لا تضغط مرة واحدة على كلمة الخطوط، لو ضغطنا راح يدخلنا على برنامج درايف. طيب شو راح نسوي عشان نحمل الخطوط عن طريق متصفح سفاري؟ راح نضغط على كلمة الخطوط ونطول حتى تطلع لنا مثل هالخيارات. راح نضغط على ثاني خيار. بعدها راح تطلع لنا كل الملفات والخطوط. راح ندخل مثلا أي ملف عشان نحمل الخط. مثلا راح أدخل ملف خطوط الصمت، راح أدخل الملف. راح تطلع لي جميع الخطوط. طبعا تقدر تشوف الخط قبل ما تحمله. راح تدخل على الخط اللي حاب تحمله. راح تطلع لك صورة بالحروف اللي هي حروف الخط. طيب مثلا عجبني هالخط، راح أضغط على الخيار الموجود فوق اللي هو خيار التنزيل. راح أضغط عليه مرة. راح انتظر شوي حتى تطلع لي مثل هالصفحة. راح أضغط على الخيار الموجود فوق اللي هو فتح فيه. راح تطلع لي مثل هالخيارات. طيب إذا حاب ثبت الخط على برنامج فونتو راح أضغط على فونتو. إذا حاب ثبت الخط على برنامج كيوت كات راح أضغط على برنامج كيوت كات. طبعا إذا عندك برامج ثانية بتقبل أنك تثبت عليها الخط راح تطلع لك. طبعا ممكن ما تحصلوا برنامج كيوت كات وبرنامج فونتو أول برنامجين، راح تحصلوهم مع هالبرامج. مثلا حاب ثبت الخط على برنامج فونتو راح نضغط عليه. مباشرة راح يدخلنا على برنامج فونتو. راح نضغط على هالخيار اللي هو انستول. بعدها راح نضغط على اوكي، وبهالطريقة ثبت معنا الخط. عشان نشوف اذا ثبت معنا الخط راح نضغط على الخيار الكاميرا الموجود تحت عشان نختار الصورة اللي حاب اضيف عليها النص. بعدها راح اضغط في اي مكان على الشاشة. راح نضغط على خيار edit text، وراح نكتب اي نص. بعدها راح نروح على خيار فونت الموجود تحت. بعدها راح نروح على خيار ماي فونت الموجود في الوسط. راح تحصلوا جميع الخطوط اللي ثبتوها. طبعا أنا الخطوط هاي ثبتتها قبل. مثل ما تشوفوا هذا هو خط ديوان الصمت المطور اللي ثبتناه. لو ضغطنا على الخط راح يتغير معنا الخط اللي كتبناه. ممكن تحصلوا مثل هالمشكلة في هالخط، الخط مو باين كامل. اللي عليك تضغط على هالخيار الموجود تحت. اضغط عليه مرتين أو ثلاث. بعدها راح تضغط done. مثل ما تشوفوا بانت معنا الكلمة كاملة. طيب ونفس الشيء لو حبيت أثبت نفس الخط على برنامج كيوت كات راح نضغط فتح فيه. بعدها راح نضغط على كيوت كات. راح يدخلنا مباشرة على كيوت كات ويطلع لنا إنه تم التثبيت. طيب عشان نتأكد إذا الخط ثبت معنا أو لا راح نضغط على موافق. بعدها راح نسوي مشروع جديد. بعدها راح نضغط على الخيار عشان نضيف نص جديد ونختار نص. راح نكتب أي نص. بعدها راح نضغط على تم موجودة فوق. وراح نسحب الخيارات الموجودة تحت ونروح على خيار فونت أو اللي هو على شكل حرف الإف. طبعا هاي الخطوط الموجودة عندنا خطوط أساسية في البرنامج. عشان تشوف الخطوط اللي ثبتتها راح تروح على خيار فونت الموجود فوق. وطبعا نفس الشيء هاي الخطوط ثبتتها قبل. راح ننزل تحت آخر شيء راح نحصل الخط اللي ثبتناه. ونفس الشيء لو واجهتك مشكلة إنه الخط مو باين كامل راح تروح تعدل على الخط. راح نروح على هالخيار اللي هو تحرير النص. وراح نضغط على خيار السهم أكثر من مرة. وراح نروح على بداية الكلمة. بعد راح نضغط أكثر من مرة عشان يبين معنا حرف الكاف كامل. بعدها راح نضغط على كلمة تم. وهذا هو الخط بان معنا كامل. وهذا هو الشرح، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. لا تنسوا اللايك والاشتراك، وفي أمان الله.